اهلا بيكم، انا محمد رضوان. اعتقد في كتير منكم سمع عن مشروع جريان اللي هو عباره عن وحدات سكنيه هتكون بتطل على النيل وفي الشيخ زايد. طبعا كتير منكم، ده لو مش كلكم، طبعا اول ما سمع عن الموضوع ده استغرب في الاول، وفي اللي ما صدقش وقال الكلام ده شكله مش حقيقي. بس دلوقتي خلاص الموضوع ده اتعمل له حملات دعايه واعلان كبيره في بيلبوردز دلوقتي على شوارع رئيسيه، واعلان في التلفزيون. واللي داخل في المشروع ده ثلاث مطورين، هم ماونتن فيو وبالم هيلز وشركه اسمها نيشنز اوف سكاي. فانت بتتكلم على مطورين من اكبر مطورين في مصر. طيب، موضوع التفريعه الجديده بتاعه النيل ده، هو الموضوع ده مش جديد على فكره، هو الدوله بتخطط وبتنفذ فيه بقالها سنين. هو هيتعمل تفريعه جديده للنيل، هتمتد للصحراء الغربيه وتوصل للشيخ زايد الجديده ومطار سفنكس. والهدف منها استصلاح اراضي جديده، ومش بس استصلاح اراضي، لا كمان توسعات عمرانيه. يعني هيتعمل مدينه، هيتعمل توسعات عمرانيه جديده بس بشكل منظم، وهتكون بتطل على النيل. فالشركات دي قدرت تستفيد من التفريعه اللي الدوله عاملاها، انها تاخد ارض وتبني مشروع جديد. هتقدر تعمل سيرش بنفسك على النت وتشوف تفاصيل اكتر عن موضوع تفريعه النيل الجديده اللي الدوله بتنفذها. المشروع ده ممكن يبقى فرصه كويسه جدا ليك، سواء انت بتدور على استثمار طويل الاجل او حتى كسكن ليك انت في المستقبل او لاولادك. لان انت دلوقتي انا بكلمك انك مش هتاخد وحده هتبقى وحدتك بتطل على بحيره، وفي الاخر بكلمك على بحيره صناعيه زي في اي مشروع. لا، ده انت الوحده هتكون بتطل على النيل. لسه مفيش تفاصيل قوي عن موقع المشروع بالظبط، وتفاصيل عن انواع الوحدات وكده، بس طبعا متوقع انه هيكون اسكان فاخر طبعا. والوحدات بتاعه المطورين الكبار، زي مثلا الاي فيلا اللي هو النموذج الشهير لماونتن فيو، هتكون موجوده في المشروع. فانت هيبقى عندك اي فيلا وبتطل على النيل، فهيبقى الموضوع طبعا بشكل جديد ومختلف تماما. انت طبعا لو عندك اهتمام كلمني على طول، وهبقى معاك اول باول اعرفك التفاصيل. واللي انت مهتم انك تحجز وحده، تبقى من اول الناس اللي تحجز وحده كويسه، هقدر اساعدك في ده بكل سهوله، اسهل عليك الموضوع. هبقى معاك من الاول خالص، من بدايه انك تعرف التفاصيل وتختار الوحده المناسبه ليك لغايه التسكين وتوقيع العقد، هبقى معاك في كل ده. فكلمني على طول لو انت مهتم. وفي الاخر حابب افكركم تحافظوا على نهر النيل. النيل ده من اكبر النعم اللي ربنا رزقنا بيها في مصر وفي دول كتيره في افريقيا، فحافظوا على النعمه دي كويس. وطبعا مش محتاج افكرك، لو احتجت مني اي مساعده او اي استشاره تقدر تكلمني اي وقت. كان معاكم محمد رضوان، واشوفكم الفيديو الجاي.